إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. بعد الضجة الإعلامية الواسعة خصوصا في الجزائر عن وجهة اللاعب الدولي الجزائري يوسف بليلي بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي براست الفرنسي، تداولت عدة منصات إعلامية أخبارا مفادها أن اللاعب يوسف بليلي ينوي التعاقد مع أحد الأندية الجزائرية العريقة على غرار مولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، وذلك من أجل لاعبي كأس إفريقيا للمحليين مع المنتخب الجزائري والذي سينطلق شهر جانفي القادم، حيث أبدى محمد بالحاج رئيس شباب بلوزداد تضامنه الكبير مع يوسف بليلي الذي يتواجد دون فريق حاليا بعد فسخ عقده مع براست الفرنسي. وقال محمد بالحاج في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء: بليلي لاعب كبير ويملك إمكانيات كبيرة جدا، لاعب استثنائي بمعنى الكلمة. وأضاف رئيس شباب بلوزداد عن إمكانية التعاقد معه: لم نفكر إطلاقا في التعاقد مع يوسف، لا يمكن تسديد أجرته المرتفعة. كما ختم: لا ننوي القيام بهذه الخطوة الغير مدروسة بتاتا والتي تتعدى إمكانياتنا.